Welcome to our channel. أنا دينا أسامة وده برنامج English Dose. دايما في حياتنا حد مدمن لحاجة، مش لازم يكون مدمن مخدرات، ممكن يكون مثلا مدمن لأكل معين أو مدمن لمشروب معين، مدمن لفعل معين، زي حد مثلا مدمن شغل أو حد مدمن جيم، وفي اللي مدمن موبايل، وده طبعا في حياتنا كلنا. طب لو أنا عايزة أوصف الشخص ده إنه مدمن للحاجة دي أقولها إزاي؟ في اكتر من طريقة، واول طريقة معانا هي انك بتقول اسم الحاجة دي وبتضيف ليها كلمة اهالك. طب يعني ايه وحصلت ازاي؟ ما هو لازم برضه نفهم المعلومة واحنا بناخدها، مش دي تتقال كده وخلاص، لازم نفهم ليه وازاي زي ما اتعودنا مع بعض في الحلقات اللي فاتت. ودي suffix او لاحقة، يعني حاجة بتضاف للكلمة في اخرها. دي مشتقة من كلمة alcoholic، وكلمة alcoholic دي مشتقة من كلمة alcohol، ودي كلمة عربية أصلا ومتاخدة من اللغة العربية، فمش محتاجة ترجمة، اللي هي الكحول، حتى متاخدة بالألف واللام. والكحولك دي معناها كحولي أو مدمن كحول، ودي بقى اللي احنا عاوزينها. عشان توصف ان الشخص ده مدمن لحاجة معينة بنتبع تكنيك اسمه بلندنج، وهو انك تدمج كلمتين مع بعض فيطلعوا لك كلمة واحدة. زي مثلا لما تدمج كلمة breakfast ولانش هيطلع لك كلمة برانش، وهي وجبة الفطار اللي بتاخدها متأخر، فبتكون فطارك واخداك في نفس الوقت. بتدمجها عن طريق انك بتاخد النص الاول من الكلمة الاولى على النص الاخير من الكلمة التانية. زي لانش وبريكفاست، خدنا اول حرفين من بريكفاست على اخر كام حرف من كلمة لانش طلع لنا كلمة برانش. برضو كلمة زي سموك وفاج، فلو عملنا لهم بلندنج او دمج هيطلع كلمة سماج، وهي شبورة الدخان اللي بتنتج عن التدخين او عن اي حاجة بتتحرق او اي شبورة دخان عامة. طب لو عايز تقول انك مدمن حاجة بقى هتقولها ازاي؟ هنرجع لكلمة الكهوليك، هتعمل بلندنج للكلمة او الشيء اللي انت مدمنه مع كلمة الكهوليك. طبعا الطريقة دي ما بتمشيش مع اي كلمة، هي بتمشي مع كلمات معينة فقط. زي ما عرفنا بناخد النص الاول من الكلمة الاولى على النص الاخير من الكلمة التانية. الكلمة التانية اللي هي كلمة الكهوليك، فالنص التاني من الكلمة او النص الاخير من الكلمة هو aholic. يعني لو عايز تقول انك مدمن شغل هنحتاج كلمة work وكلمة alcoholic، فهناخد النص التاني من كلمة alcoholic ونضيفه لكلمة work فتطلع كلمة workaholic. طب لو عايز تقول انك مدمن شوبينج او عايز تقول انك مدمنة شوبينج، عشان معروف ان البنات هم مدمنين الشوبينج مش الرجالة، هناخد النص الاول من كلمة شوبينج على النص الاخير من كلمة alcoholic فهتبقى shopaholic. طب لو عايز تقول انك مدمن شوكولاتة هتقولها ازاي؟ زي ما اتعودنا النص الاول من الكلمة على النص الاخير من كلمة alcoholic اللي هي بمعنى مدمن. كلمة chocolate هناخد منها النص الاول اللي هو CHOCO ونضيف ليها النص التاني من كلمة alcoholic فهتبقى chocoholic. يبقى لما تحب تقول انك مدمن لشيء معين هتاخد النص الاول من الكلمة دي على النص الاخير من كلمة alcoholic. فلو عايز تقول انك مدمن شغل مثلا هتقول I'm a workaholic. مدمن شوبينج I'm a shopaholic. مدمن شوكولاتة I'm a chocoholic. بس زي ما اتفقنا ان الطريقة دي ما بتمشيش غير مع كلمات معينة. الطريقة التانية اللي معانا هي انك تقول I'm addicted to، تقول الحاجة اللي انت عايز تقولها، او تقول I'm a الحاجة اللي انت مدمنها addicted او addict بمعنى مدمن. يعني لو عايز تقول مثلا انك مدمن تلفزيون هتقول I'm addicted to television او I'm a TV addict. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان الكل يستفاد. ولو عندكم اي سؤال سيبوه في الكومنتس، واعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا معانا الحلقات الجاية. كانت معكم دينا أسامة من English Dose.